اهلا وسهلا ومرحبا مرحبا بكم في فيديو جديد. المتابعات والمتابعين ديال قناه عماره في الباديه، كنتمنى انكم تكونوا في افضل الاحوال. عجبكم بزاف الفيديو اللي درت مؤخرا ديال الطاجين ديال لحم الراس، داكشي علاش غادي نديروا واحد الفيديو جديد عاوتاني ديال الطياب. مشينا تقدينا ليه من سبت كزوله، هاد المره طاجين ديال الحوت الصغار ولا الصنار، هذوك اللي كتشوفوا فيهم غير شي اسطولات قديتهم من الوالد. الا كنتو اول مره كتفرجوا في القناه ديالي فما تنساوش انكم تشتركوا. البلاصه اللي كنت واقف فيها هنا فين واحد البارا، شريت بها دوك اللعيبات ديال لاباري ديال القياس ديال السكر للوالد. هذه الخرجه ديال سبت كزوله في اتجاه اسفي، ومن هانيت في اتجاه الدوار ديالنا حنايا. راه الدوار هو اللي كيبان لكم في الاخر. فهذا مكان نوجدوا الموسيقى عطري ديال الجاز ونبداو خدامين. فباش نطيبوا طاجين ديال الحوت، اول حاجه خصنا نديرو بعدا هي نشرملو الحوت باش كتحيد منه ديك المروره ديال الحوت وديك الريحه ديالو. فكنجيبوا الثومه كتحيد ديك الريحه ديال الحوت، كنحكوها وكنحكو مع واحد الحبه ديال المطيشه. كاين اللي كيبغي يحك حتى حبه ديال البصله صغيره ولا ديك الشالوط ولا اش كيسموها، فما كاين حتى شي مشكل، تقدروا انكم ديروها. حتى البصله كتحيد الريحه ديال الصنار ولا ديال الحوت. نزيدوا الخرقوم، تحميره، سكين جبير، نزيد واحد شويه ديال القرفه باش تحيدوا ديك الملوحيه ديال الحوت. الزيت البلديه ولا زيت العود، واحد شويه. نسيت العود راهو غالي. نخلطوا هادشي مزيان حتى كيندمج الخليط ولا شكي كتقول له شوميشه. وغنجيبوا الحوت نديروا ليه بحال الشكل ديال الباريزيان. لو بغينا نديروا فيه شي فروماج غنحلوه من الوسط ونبداو نعمروه بديك الشرموله ونحطوه في هذاك التبصيل نيت. بالنسبه للحوت عموما الاخوان، حاولوا ديما تشروا ديك الجهه اللي طوال الراس. الا مشيتوا تقداو مع شي مول الحوت قول لي يقطع لكم ديك الجهه اللي مطول الراس، كتكون طريه وكتكون فيها واحد البنه زوينه، خصوصا هذا الصنار هذا. فانا جبت واحد الكيلو قسمته على 3، وهذا اللي كتشوفوا منه غير ثلث ديال كيلو، قدنا حنا 3 ديال الناس. فغادي ندهن هاد الشي مزيان حتى يدخل لي داك الزيت والشرموله تدخل مزيان لداك الحوت. وغادي نصبر عليه تقريبا واحد نص ساعه، نخليه تمايا ونمشي نوجد الطاجين. فالطاجين هو هذا، ديروا شويه ديال الزيت الرومي حيت حتى هو راه غالي. ما بقى حتى شي حاجه رخيصه. قطعوا واحد البصله هنايا، انا البصله ما درتهاش في الشرموله ولكن كديرها في الكاع ديال الطاجين. الا كنتو كطيبوا في شي كاميله ولا شي طنجره فتقدروا انكم ديروا البصله تحكوها مع الشرموله ديال الحوت، ولا تحكوا النص ديالها والنص ديروه في الكاع ديال الكاميله. فهذا مكان. انا البصله كيعجبني نقطعها بالورق ديالها، غادي نقطعوها حتى بداك القصبه ديالها ولا شنو كتسميو نتوما هادي. المهم الا كنتو كتسميوها شي حاجه اخرى من غير البرواق ولا القصب ديال البصله فكتبوها لي في التعليقات. زيد واحد شويه ديال الربيع، وبلا ما تسولوني شنو الربيع درت هنا فين، قزبر ولا المعدنوس بحال باقي دابا ما تنعرفش نفرق بيناتهم. سموحات. فهذا مكان. غادي نبدا خدام في خيزو وجدت 5 ديال خيزو باقي شويه رخيص عندنا حنايا. سبت كزوله داير شي اخر مره تقديت هاد السبت هذا كندير شي 4 دراهم هو ولفت. بطاطا اللي غاليه 7 دراهم، البصله حتى هي 7 دراهم، ماطيشه وقيله 6 دراهم يمكن ولا 7 دراهم. داكشي ديال الشيفرون ليشو والقرعه ديال الكورجيت داير شي 5 ديال الدراهم. فانا درت 5 ديال الخيزوات نافين، كنقطعهم دوائر وكنفرشهم منها خضره ومنها في نفس الوقت فراش هذاك الحوت. لانكم كما كتعرفوا الطاجين راه ما كديرش حاجه وتسنى عليها ولا شي، راه كدير كلشي في خطره واحده. فانا الجهد اللي قطعت فيه هاد الخيزو والبصله وداك الشيء راه هو ديك نص ساعه اللي تشرمل فيها الحوت مزيان، شرب ديك الخليط اللي درنا ليه. مشاش جايين دايرين بيا دابا باغيين ياكلوا هادشي من الطاجين باقي خضر. كيديروا معايا الحرب فاش كنبغي نطيب شي حاجه. هذيك الشرموله غادي نخويها من الفوق على الحوت.
جيب شويه ديال الفلفله غاليه داير شي 10 دراهم. هاد الفيديو خصنا نسموه غلاء الاسعار ولا عماره في الباديه كيتشكى من غلاء الاسعار. نزيد بطاطا. انا راه قالوا لي بلي هادشي ديال الدريساج عندي مزيان، واخا انا ما عارف شنو هو الدريساج، ولكن قالوا لي راه مزيان. ف خصني نولي نفتخر براسي شويه، مابقاش نكتب على راسي طياب الزوافريه. قادو البطاطا مزيان على الطاجين ونسدو عليه ونتسناو عليه تقريبا ساعتين. انا ما كنشعلش عليه الفاخر بزاف، فكنخليه يطيب بداك الهواء اللي كيدور داك الكوروندير وقت ما طاب شي ساعتين. انا كنحسب الطاجين ساعتين. ندير الماء بشويه حتى يبان لي يطلع الحافه ديال الطاجين ونسد عليه. ونهار كنت كنطيب هاد الطاجين هذا هربات لي واحد الجحشه. دوك الجوج اللي كنت شفتهم في واحد الشورتس، وحده فيهم ماشي هربات، غير فاش كنت راجع للدار بقات في الطريق، فخرجت نقلب عليها مع رواح الشمس. تقريبا ساعتين ديال الطاجين هي هذيك درناها في التقلاب على هاد الحماره هادي. في الاخر لقيتها كانت غير في واحد البلاد منا لهي. تلاقيت معاه جايه في الطريقه، راحت على الشمس وجايه بوحدها مسكينه. هذا ما كان. جيت مع الوقيته ديال غروب الشمس نيت. واش نتوما بحالي كتعجبكم هاد الحموريه ديال الغروب ديال الشمس؟ هو الطاجين من بعد ما دازت واحد الساعتين قصت عليه شويه ديال البلول، شي خليته في هاد الجبانيه ولا زلافه شنو كتقولوا لها نتوما، وشويه من هذيك الجبانيه خويته على الطاجين من الفوق. ها كيف كتشوفوا باش تا بطاطا تشرب شويه داك المرقه ديال الطاجين. فهذا هو الشكل النهائي التي نحطوه في قبل الميدان ونفترسوه من بعد. تسمعوا في التلفازة كانوا كيهضروا اليوم من عالمين المرأة، فتحية لكاع النساء اللي كيتفرجوا فينا، ومبروك عواشركم كاملين، ومبروك عواشركم العيالات، لأن كان عندكم عيد ديال عيد المرأة ياك نهار 8 في الشهر. هاد الطاجين تا هو طيبتو نهار عيد المرأة، فتحية لكاع العيالات اللي كيتفرجوا فينا. شكرا لكم بزاف. الا كنتو اول مره كتفرجوا في قناه عماره في الباديه فما تنساوش ديروا شي لايك لهذا الفيديو، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس باش يوصلكم الاشعارات ديال الفيديوهات المقبله، خلوا لي شي تعليق لتحت، وبالسلامه عليكم وتهلاو في روسكم.